خواتاتي والمتتبعين ديالي العزاز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف والاحوال انتم وليداتكم وعائلتكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الغريبه اللي كتجي رائعه، وغندير فيها جوج تشكيلات وسهله وبسيطه، وكل واحد ممكن يوجدها في الدويره ديالو لوليداتو. عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، بقى نهار كاع ولا يومين، الله يوصلنا ليه ان شاء الله على خير وبخير وفي صحه جيده. هنا عندي واحد الكاس الزيت وكاس سنيده، واحد 3 المعالق د العسل، واحد كاس ونص ديال الكوك، واحد الزلافه اللي هي 2 كيسان ديال النخاله، وعندي كاوكاو 250 غرام د كاوكاو. المهم خوتي، انا راكم عارفين النخاله الفيتامين ديالها وشنو كتسوى النخاله. اللي كيعرف النخاله راه خصو يدخلها في بزاف د الحوايج، يدخلها في الخبز، يدخلها في الماكله، يدخلها في الحلوى، في كل شيء. هذا العسل ديالي انا غندير العسل، ما غاديش ندير الكوفيتير. المهم نتوما كل واحد ممكن يدير اللي بغا. هذا عندي هنا الكلاصي سبيسيال، ممكن حتى الكلاصي العادي كيجي زوين. المهم كما كتعرفوا خواتاتي، انا دائما البساطه، ودائما كنقدم معكم داكشي اللي عندي في الدار، كنوع منه وكنختصر وكندير. سمحوا لي راه ما بينتكمش كيفاش كنخلط، انا راه عندي التليفون في يد وكنصاوب بيد. المهم دائما كنقول لكم قبلوا عليا. هذا هنايا عندي واحد نص كاس ديال الزهر، هو هذا اللي ضفته عاد في التالي. المهم كما كتشوفوا درت غير خماره وحده، ودرت فانيا خلطتها في الاول مع البيض، حيت انا كيعجبني نخلط البيض وعاد كنضيف في الخليط باش كلشي كياخذ الخليط هو هذاك. المهم هنا غنضيف دابا المعالق ديال العسل. المهم جات معلكه وما تشبعوش منها في المذاق وغزاله. صراحه انا كندير هادشي غير الدويره ديالي، ولكن الحمد لله كندير كلشي بيديا في داري، يعني كنعرف شنو هي الحاجه. تبارك الله ما شاء الله، كيلو كيحط لك تبارك الله 2 غطران، نص كيلو كيحط لك 2 غطران، او كيلو كيحط لك 2 غطران. المهم ما شاء، شوفوا كتخليو العجينه خفيفه هكا شي شويه كما كتشوفوا باش ما تجيناش قاصحه. كنخليو العجينه خفيفه وكنديروها في الكلاصي وكنحطوها في اللاطه. وانا غندير نويع فيه القرقاع، حيت القرقاع راكم عارفين 27 كناخذوا القرقاع. عندي القرقاع هنا بزايد، جاب لي راجلي واحد 2 كيلو زوين القرقاع ديالو. قلت علاش لي ما نديرش فيها القرقاع، يعني بصراحه كنت غنديرها غير عاديه، ولكن بالنسبه للقرقاع عندي هنايا درتو. هنا درت الزهر في ديك الزلافه اللي شفتو، ديك الزيفاج الصغيره، وكنديرو في يدي. غنديرو في يدي وغادي ندور الغريبه. انا كنوريكم غير الطريقه، لان ما عنديش كندير ندور، هي هذه الغريبه ديالي. كما كتشوفوا سمحوا لي راه تقطع ليا هذا، ولكن غنوريكم في التالي الفران. انا عندي الفران ديال الغاز، وعندي هاد الغريبه خصكم ديروها من التحت. انتم بغيت نوريكم من التحت، طاحت القرقعه ديالها ماشي مشكل، غادي ترجعوها. كما كتشوفوا، شوفوا كي جات غزاله ومعلكه وطيبه على خاطرها. عندي واحد الفران كيطيب الحلوى على خاطرها، يعني ما كتجيش مخطوفه ولا كتجي معجنه ولا مازال خضره ولا شي حاجه. المهم هذا الشكل الاول درته بالقرقاع كما كتشوفوا. الصراحه جات رائعه زعما. انا ما نكذبش عليكم، ها هي هذه عندي مازال في الفران. انا نوريكم الفران دابا، انا مخرجاها راني دايرها من التحت، ها هي تفرعت. كنديرها من التحت وعاد كنديرها من الفوق، لان عندي الفران كيشعل غير من جهه واحده كما كتشوفوا. هذه هي اللي درت فيها الكاكاو، حيت النص درته بالكاكاو والنص درت فيه درته عادي، حيت ديجا راني دايره فيها الكوك، دايره فيها النخاله، ودايره فيها كاوكاو، دايره 250 غرام كاوكاو. النخاله عندي فيها 2 كيسان النخاله الزلافه عامره. الكوك عندي كاس ونص ديال الكوك. هادو كلهم درتهم مع بعضياتهم في العجين، ولكن من بعد النص درت فيه واحد 2 معالق ولا معلقه ونص ديال الكاكاو باش يعطيني لوين اخر. المهم نبغيو نشكلو كما بغينا. المهم بغينا نشكلو على 4 على 3، داك الشيء نتوما وشنو كتحبوا. ممكن ديروا حتى اللوز ايفيلي كتمرمتوها فيه وكتحطوها. انا ما تصابش عندي في الدار، ما درتوش، يعني حتى ديك ديال اللي كتجي في اللوز كتجي زوينه. المهم حنا غريبه يمكن نخرجوا فيها 4 اشكال، ويمكننا نخرجوا فيها الاذواق بزاف. المهم هذه غادي نخليها غير بالصبيع ديالي. انا كنتوما كتشوفوا غير الصبيع ديالي، تندير لها الحفيره بالصبيع باش تجي عاود الشكل ديالها مبدل. المهم قبلوا عليا صراحه، انا كنبين لكم دائما البساطه، دائما داكشي اللي عند كل واحد في الدار ممكن ينوض ويرون ويحط لوليداتو، وكيعرف اشنو كيحط وكيعرف اشنو كاين ويحطها النهار وغدا وبعد غدا. الا شريناها كطيح علينا غاليه في الصراحه الحلوه.
المهم كديروا فيها الفيتامين، المهم داكشي اللي كتبغيو نتوما. المهم انا كنوصيكم النخاله بقاو تدخلوها في الحلوى، ما ديروش غير كاوكاو، دخلوا معاه حتى النخاله باش وليداتنا يستافدوا منها وحنا نستافدوا منها. هذا هو الشكل الثاني، ها نتوما كيجات مفرعه غزاله، وهذا الشكل الاول. وكما كتشوفوا درت واحد الصابلي، راني ما حطيتوش في القناه في الصراحه، حيت ديجا حاطه الصابلي انا ما بغيتش نحطو، واخا فيه هذا الشكل اشكالات اخرين، ولكن قلت صافي راه كاين في القناه بلا ما نحطو. المهم حطيت معكم الفقاص، غادي نحط معكم هذا الغريبه والصابلي قلت بلا ما نحطو لكم. خوتي خواتاتي، اللي عجبكم الفيديو ديالي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا للتعاليق، شكرا للمتابعه، شكرا لتشجيعاتكم. جات معجنه وغزاله وملوكه ما تشبعوش منها. المهم هي الحاجه الصحيه ونستافدوا حنا وليداتنا منها. كيما كتشوفوا هنا الا بغينا نحطو طيار كنحطو فيه هكا طيار، والاخر كنحيدوه. خرجت لي جوج غطران تبارك الله، كل شكل خرج في غطر. ها نتوما غطر الاول، الغطر الثاني، وهذا عامر. المهم الحمد لله اللي عنده وليدات وهذا كافياه ومعدياه وعواشركم بروكا. هذا هو الصابلي اللي درت حتى هو، هانتوما درت فيه الاشكال وانواع. هو عندي في هنايا وعندي النص مازال عاد غادي نفينيه، مازال ما ساليتش باش ندير له الفينيسيون نحطو. هذا غير النص اللي تصوبته حطيته في هاد الجبيبين هكايا وحطيته في الثلاجه، حيت الشكلاط كيذوب الليل. الحلوى اللي فيها الشكلاط كلها خاصها تندار في الثلاجه. المهم خوتي خواتاتي، اللي عجبكم الفيديو ديالي وعجبتكم الطريقه ديالي وعجبتكم البساطه ديالي، اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساوش البارطاج وبارطاجوا مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وشكرا لكم وعواشركم مباركه مره اخرى لكم ولوليداتكم وعائلاتكم. وشكرا بزاف 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 على المتابعه ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.